وليه المغترب لازم يتصل ويسأل ويشتري خاطر الناس بالهدايا؟ هو اللي لازم يسأل رغم ان هو اكتر واحد محتاج السؤال. المغترب مظلوم في كل حاجة ومتحمل المر عشان لقمة عيشه. كم مناسبة مرت عليه من غير اهله وناسه وجيرانه، كم قريب وكم حبيب ما حضرش فرحه، كم غالي ما حضرش دفنته. كل اللي بينه وبين اهله مكالمة نت او تليفون. قلبه بيقف لما بيلاقي مكالمة جاية من بلده، يخاف يسمع فيها خبر مش حلو لا قدر الله. حتى لما بيتعب وبيمرض مش بيلاقي حد جنبه في الغربة غير ربنا وبطانيته ومخدته، ولا حد اصلا حاسس بيه. ما تحسدوش المغترب وتحسبوا له الدينار والدولار بكام. ممكن تقول لي اللحظات اللي عادي دي كلها تسوى كام؟ مش هتعرف ترد. السؤال صعب صح؟ انا هقول لك ان انت بس هتقول له ايه؟ ما ترجع يا عم، ايه اللي رماك على المر؟ ما اكيد اللي امر منه، ما انت من المر اللي شافه منك ومن اهلك والعيشه اللي كان عايشها. لو هو مستريح ايه اللي هيخليه يسافر ويتغرب؟ ما هو متغرب عشان يشوف حياته وحاله. ما طلبش منك مليم، لو طلب منك قرش لو اديته مره، المره التانيه هتقول له لا مفيش وهتعايره. هل هتسكت؟ لا. هتنقطه بسكاتك؟ لا. يا ريت، ما انت لو تسقطه بسكاتك الراجل هيعيش ويشوف حياته، لكن انت هتقرفه سواء سافر سواء قعد. فانتوا كفوا لسانكم عن الناس المغتربين وادعوا لهم ربنا ييسر لهم الحال ويسهل لهم الحال ويرجعوا لاهلهم سالمين غانمين، ويبعد عنهم ولاد الوسخه الحاقدين الحاسدين. وشكرا. سلام.